السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة النهاردة هنعملها من شماعة بلاستيك وعلبتين بلاستيك على شكل مستطيل. هنقسم الشماعة بالشكل ده، وهتجيبي اي علبتين بلاستيك، علبتين ايس كريم او علب الجبنة، وهنغلفهم باي قطعة قماش، من اي قماش قديم عندك او ملابس قديمة. مش عايزين نتكلف خالص، فكرة النهاردة مش مكلفة خالص، والنتيجة تحفة ومفيدة جدا. انا مسرعة المقطع علشان ما اخدش من وقتكم كتير. هثبت القماش على العلبة من الجوانب ومن فوق ومن تحت، وهشيل الزيادات بالمقص. بعد ما اثبتها من تحت كده على القاعدة من بره، هجيب اي شريط من القماش برضو او جزء من القماش المتاح بقى عندك. يعني انا عندي شريط عريض كده من البلاستيك، هقفل بيه العلبة من تحت ومن جوه ومن الداخل. لو مش موجود الشريط ده، ممكن اي قطعة قماش برضو هتغلفي من جوه ومن القاعدة. المقصود ان اي شكل تغليف يبقى الفينش بتاعه كويس وخلاص. عشان يكون التغليف سهل من الداخل، يفضل تبقي واخده مقاس حواف العلبه من بره او الجوانب بتاعتها من بره على القماشه وقصاها، وبعد كده بتثبتي بس بالشمع بالشكل ده. هاخد مقاس القاعده برضو بتاعتها من بره، يعني هقيس القاعده من بره علشان يبقى المقاس مظبوط بالشكل ده كده. هقلب العلبه واخد المقاس من بره. بعد ما ياخد المقاس مظبوط هثبته بالشمع من جوه. وهنا هتجيبي اي نوع من الخيوط، خيط مكرمية. اللي انا بستخدمه ده اللي هو الخيط اللي بيتباع في محلات الادوات المنزلية، اللي هو بتاع الغسيل، حبل الغسيل. هنعمل بيه الحدود من فوق ومن تحت، هيفرق اوي في الشكل. ودي تقريبا الخطوة الاخيرة في تغليف العلب. طبعا انت بتستخدمي الادوات المتاحة عندك. مش موجود اي نوع من الخيوط هتستخدمي شريط ستان، مش موجود شريط استراس، اي مثلا شريط او كلفة من برضو من الهدوم القديمة هينفع. هجيب علبة منهم وهعمل لها القاعدة بتاعتها، وهثبت العلبة التانية من فوق بالشكل ده. هجيب قطعتين بقى الشماعة اللي انا قسمتها في اول الفيديو، وهعملها ليها زي حامل كده على جوانب العلبة اللي هي ثبتناها من فوق بالشكل ده، وهنثبتها بالشمع كويس جدا. هزود بقى الشمع علشان تثبت كويس، تبقى بالشكل ده. شايفين الشكل بقى تحفة ازاي، ومتينة وثابتة قوي على الارض. يعني انتي وسندها حلوة قوي، مش بتتهز ولا بتميل ولا اي حاجة. وبقى عندك ستاند متعدد الاستخدامات او منظم متعدد الاستخدامات، تقدري تحطي فيه على التسريحة، تلمي حاجتك كلها على التسريحة. برضو تحطيه في المطبخ، ممكن تحطي فيه توابل في المطبخ، اي حاجة هتقدري تستخدميه في اي مكان في البيت. حلوة قوي وشكله تحفة ومش مكلف خالص، مكلفناش اي حاجة. واستنوني في الفكرة الجاية.